بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة وجهها إلى الأستاذ عبد الواحد والأستاذ عبد الله، أصدقاء أخي وصديقي عماد قيس، الذي طلب مني حول الباس الذي يعني يكون الآن في الحوثي وفكره ومنهجه وأن مع المظلوم فأولا أعرف بنفسي. أنا من أبناء محافظة صعدة من المناطق المحددة للمملكة، ولي الآن 5 سنوات مهجر، لا أعرف بيتي ولا أقدر أن أزور، ولن في الأيام القادمة أقدر الزيارة. هذا واحد. بالنسبة لي أنا هاشمي منهم وفيهم، أغلب قبيلتي حوثيين، ومع ذلك لم تشفع لي هذه الصلة معهم لأنني خالفت فكرهم ومنهجهم. فلو أتينا الحوثي كجرائم والحوثي كمنهج، الحوثي لا يهمه إلا نفسه وسلالته، هذا شيء واضح جدا. فجر 3 مساجد قبل 3 سنوات أو 4، 3 مساجد من مساجدنا فجرت، ثم بعد ذلك قتلوا ناس هاشميين منهم ناس قتلوهم وهم ذاهبون إلى المسجد كما يعلم الله، ولا أكذب بهذا الكلام، وهذه حقائق موجودة وموثقة. الأمر الثاني، الحوثي من كان هاشمي فهو درجة، غير هاشميين درجة أخرى لا يعنيهم شيء، وهذه ستكشفها الأيام. وإن أردت الاستطلاع أكثر فصعدة وعمران مليئة بهذه الأحداث. الحوثي لا يهمه إلا المأرب الذي هو موضع من أجله، لأنه يخدم غيره، يخدم إيران ويخدم حزب الله ويخدم ناس آخرين. لذلك لا نستطيع أن نتخيل ما يقول جرعة وما جرعة، هذا كلها خرافات وخزعبلات. الحوثي والله أن لا يهمه جرعة ولا يهمه مآسي اليمنيين. وانظر إلى أهل صعدة، تجدهم في صنعاء مشردين منزحين في كل مكان بسبب أنهم خالفوا فكره. فكيف أنه يقبل بفكر آخر بسبب فكر آخر يشرده ويهجر عليه هذا المواطن اليمني؟ كل هذه فقط فرص استغلها الحوثي في صالحه من أجل أن يكسب مكاسب سياسية على أرض الواقع. لا يهمه المواطن ولا يهمه الشخص اليمني ولا يهمه الفرد اليمني، إنما هذه فرص سنحت له أن يركبها، وإذا استغلها وحدث له ما أراد فسوف ينكب الشعب اليمني كما فعلوا أجداده بالآباء والأجداد، حاصروهم فكرا ومنهجا وذبحوا من لم يكن في قائمتهم ومن لم يكن معهم. الأمر الرابع الذي أود التنبيه عليه، أننا إذا أردنا أن نعرف الحوثي على حقيقته ومنهجه الصحيح فنأتي إلى المشردين من جميع المناطق، اسألهم بس عن الجرائم التي ارتكبوها، الجرائم البشعة التي لم يرتكبها لا نظام سابق ولا نظام سيأتي فيما بعد. جرائم والله أنهم قتلوا شخص أمام أسرته وأفراده وأخيه كما يعلم الله في صعدة، الأستاذ علي عبد الله خضر المعادي مدير مركز التربية والتعليم بمديرية باقم، شخص أذكرها باسمه إن أردت أن تتبينوا، فقد قتل هو وأخوه أمام أبنائهم وأولادهم في بيتهم، قد أقفلوا عليهم البيت بعد صلاة العشاء. فهذا بعض التوضيحات حول الفكر الحوثي ومنهجه. لا نغتر بشعاراته البراقة، كلها شعارات زيف وكلها شعارات كاذبة. سيأتي يوم وتنكشف هذه الحقائق، والله على ما نقول شهيد. هذه نصيحة نوجهها لمن أحب ويحب أخي عماد، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله.